وان سألتوني ايه اكتر اكلة بعملها حلوة وسريعة وخفيفة جدا وما بتاخدش مني اي وقت خالص، هقول لكم الفطاير اللي بعيش الصاج. خطيرة، والشكل ده شكل جديد وحاجة تحفة جدا بجد، هتنبهري بطعمها. بصوا بقى يا جماعة، هنجيب كده الطاسة بتاعتنا ونحط شوية بصل مفرومين، وبعدين ننزل عليهم بقطع الفراخ. تمام. وزي ما انتوا شايفين بشوح الفراخ وبديها نص سوا، وبنزل عليها بتوابل عبارة عن مكعب مرق ملح، وكمان شوية قرفة وتوابل فراخ وفلفل اسمر، وبشوح كل الكلام ده مع بعضه، وبنزل عليها بفلفل الوان اخضر واحمر، واخر حاجه بنزل عليها بزيتون اسمر زي ما انتوا شايفين كده، اللي هو مخلي خالص. زي ما انتوا شايفين كده بقلب كل الكلام ده مع بعضه. في لسه تركه بسيطه خالص بعملها فيها، وهي ان انا بضيف عليها معلقه كبيره من البابريكيو صوص المدخن. بصوا يا جماعه، عندي بقى عيش الصاج جايباه فريش وحلو قوي، بحط بقى منه من الحشو كده، وزي ما انتوا شايفين بلفه كده زي السندوتش كده الطويل، وبعد كده بعمله شكل كده اللي هو الحلزوني ده، او اللي هو الرول زي ما انتوا شايفين كده بنفس الشكل بالظبط. اقدر ان انا اسويه في طاسه، طبعا اقدر ان انا احط كل الكميه بتاعتي واحطها في صينيه كده وادخلها الفرن، بيكون اسهل واسرع. وزي ما انتوا شايفين كده انا بالفعل عملت كده واحد على الطاسه، وهوريه لكم دلوقتي الاتنين بيطلعوا نفس الشكل. بقدم بقى مع الفطاير دي شويه بطاطس كده متقطعين كده شكل الزجزاج، تحفه يا جماعه. العين بتاكل قبل الفم زي ما قلت لكم. لازم بجد تهتموا جدا بشكل الحاجه بتاعكم. بصوا كده الفطيره على الطاسه اهي، بسم الله ما شاء الله، مش هتاخد منك اي وقت اصلا، ولا اي مجهود خالص، ولا اي تعب، لان اصلا كل حاجه مستويه حتى العيش. يا دوبك بس احنا بناخد اللون الحلو الجميل ده. شايفين كده؟ اللهم بارك، بجد تحفه، ولا تتفك منك ولا اي حاجه، بتمسك كلها في بعضها. دي اللي على الطاسه اهو، وبرده هتشوفوا معايا اللي في الصينيه. والله طعمها بجد خطير، لازم تجربوا الوصفه دي تنفع بالجلاش الطري، وتنفع كمان بالرقاق الطري. ماما انت ليه ما قلتلهمش ان انا اللي عامل البطاطس؟ حاضر يا عمر، هقول للناس ان انت اللي ساعدتني وقطعت لي البطاطس بالشكل اللي انت بتحبه. ماشي يا جماعه، عمر ابني هو اللي عمل البطاطس، علشان وانا بمنتج طول الوقت عمال يقول لي قولي ان انا اللي عامل البطاطس. ده بقى شكل الفطاير بتاعتنا بعد ما طلعت كده من الفرن في الصينيه زي ما انتوا شايفين كده. والله العظيم طعمها خطير وما اخدتش اي وقت. وعايزه اقول لكم بقى كل واحد كده ياخد له قطعتين او 3 على حسب اللي انتوا عايزينه يعني، او قطعه واحده بس، هي مشبعه جدا وتحفه بجد. احلى سندوتشات واحلى فطاير هتعمليها. بصوا الشكل اهو زي ما انتوا شايفين، جميل جدا جدا، مقرمش وكريسبي وتحفه. شيروا الوصفه مع كل اصحابكم، ومنشني الاكتر واحده عايزه تاكلي من ايديها الوصفه دي. ولو انت عايزه تعمليه بالشكل التاني اللي هوريه لكم دلوقتي حالا، اعمليه بالشكل اللي هو التقليدي ده. بس احنا بنحب نغير ونجدد في اكلاتنا علشان ما نزهقش. يلا منشيني الاكتر واحده هتاكلي من ايديها احلى فطاير. وكمان ما تنسيش تعملي اعجاب ومتابعه لصفحه دينا ابو الفتوح على الفيسبوك. وكمان اوعي تنسي تكتبي لي بتتابعيني من اي بلد يا قمر، عشان بتشرف بيكم جميعا. كانت معكم دينا ابو الفتوح، مع السلامه.